يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مرة جديدة. عن جديد رح نعمل المنسف. المرة هاي رح نستخدم في شراب اللبن السائل مع جميد الكسيح. بختار النوعية اللي بيكون فيها حموضة زيادة، وطبعا كل بلد على هواء الشركات الموجودة عندهم. وعندي 2 كيلو لحمة، بقدونس، عندي رز سان وايت، خبز شراك، مكسرات، سمن بلدي أو سمن حيواني، وعندي هيل وورق غار. هلأ طبعا أنا حميت الطنجرة، حطيت فيها السمن، وبعدين نزلت قطع اللحمة. زي ما انتم شايفين قطع اللحمة لازم تكون كبيرة، ولحم يكون خروف، وطبعا يفضل يكون اللحم البلدي. وهلأ طبعا بحط كل اللحمة، وبعدين بحط عليهم البصل قطع خشنة، وبحط ورق الغار، وبحط الهيل. هاي هي فقط المكونات اللي بنستخدمها في سلق اللحمة. طبعا بنضلنا نقلب فيهم لما تطلع ريحة اللحمة مع البصل مع الهيل والورق الغار. بعدين بضيف عليهم المية المغلية، وبشيل عنهم الزفرة أو الرغوة اللي بتطلع، وبتركهم لما يستووا 3/4 السوا زي ما قلت لكم. وبهاي الأثناء أنا بستغل هذا الوقت، بقعد أعمل إيش؟ اللبن. اللبن راح أخذ الجميد اللي عندي السائل، إذا كان عندك جميد الراس الجميد الكركي أحسن طبعا، بس أنا بدولة ما فيها، فاستخدمت الجميد السائل مع اللبن السائل. وأنا بنقي دايما اللبن اللي فيه نسبة حموضة عالية. يعني أنتوا في كل بلد في شركات مختلفة، وأنتوا أكيد عندكم دراية، فاختاروا اللبن اللي فيه حموضة، بعطي نكهة أكتر طيبة للمنسف. وبقعد أحرك فيهم على البارد لما يمتزجوا كلهم مع بعض وما يكونش فيهم أي تكتلات. وباخدهم بغليهم على النار، بضلني أحرك، ممنوع تتركيهم إلا لما يتأكدي إنهم غليوا، على أساس اللبن عندك ما يفرط. فبضلك تحركي لما يغلي اللبن. شايفين؟ بتركهم لما استوت 3/4 سوى اللحمة، بسقطهم باللبن وبخليهم يكملوا سواهم عشان ياخدوا نكهة اللبن زي ما انتم شايفين. وباخد تقريبا كوب أو كوبين من المرقة، بحطهم عليها عشان تكون عندي شوربة اللبن طيبة ودسمة ونكهتها نكهة اللحمة. أيوة زي ما انتم شايفين، باخد كل قطع اللحمة وبحطهم وبتركهم لما يكملوا سواهم مع اللبن. وبسقيهم برضه، بحط عليهم مج أو مجين من الشوربة عشان تطلع عندي النكهة أطيب وتكون الشوربة دسمة. وبهاي الأثناء بعد ما أتركهم يغلوا ويتسبكوا بعمل الرز. انتوا عارفين الرز بالسمن البلدي ومع الكركم والملح، وبتعملوا على الطريقة العادية. هلا هون طريقة تقديم المنسف: بنحط الخبز الشراك أول إشي، بعدين بسقيه بشوية الشوربة أو اللبن على أساس أطريه، وبكون قالية اللوز ومقطعة البقدونس. هاي هي طريقة إيش تقديمه. أول شي بتحطوا شوية اللبن على خبز الشراك عشان نطريه، بنسقيه فيه بنطريه شوي. بعدين بعد ما أيوة بهاي الطريقة بتأكد إنه وزعت الشوربة على الخبز. بعدين بحط الرز، ببدأ أفرغ كل الرز في صحن التقديم، وبوزعه بطريقة مرتبة. وبعدين بصف اللحمة كلها برضو بطريقة مرتبة بتوزعوها، لأنه طريقة تقديم المنسف برضو مهمة. بعد ما أصف كل اللحمة بشكل مرتب، بعدين بزينه باللوز، أو إذا عندكم مثلا صنوبر أو كاجو على حسب الرغبة، أو ميكس مكسرات برضو حلو. إذا عندك جميع أنواع المكسرات وقليتيهم بيطلع كتير كتير حلو. وبتكوني فارمة بقدونس برضو خشن هيك، وبتزينيهم انتي وطريقتك. في ناس، كل الناس عندهم طريقة معينة في تزيين ايش المنسف. بالنهاية بترجع هاي أذواق. أنا هون بزين المنسف باللوز، مقطع شرايح مقلياه، وبحطه على الوش وبحطه على اللحمة. زي ما انتم شايفين لون اللحمة أخذ البياض، لأني كملت سواه في اللبن وأخذ نكهة اللبن. وبعدين برش عليه البقدونس
طبعا الطبق المنسف من الأطباق المميزة في الأردن وفلسطين وسوريا. والضيف اللي انت بتعزيه وبتحترميه وبتكرميه بتعملي له المنسف باللحم البلدي وبالجميد، وبعدين بتسقوا طبعا زي ما أنا بعمل. وصحتين وعافية، وبتمنى إنه تجربوه وتقولوا لي رأيكم بالتعليقات. وإذا عندكم أي استفسار أو أي اقتراحات، هذا شيء بيسعدني وبيشرفني. وأهلا وسهلا فيكم قناتي، وبكون سعيدة جدا إذا اشتركتوا وتركتوا لي تعليق. وشكرا لكم، وصحتين وألف عافية.